ما تغلطيش فيه، ده ابوكي مهما عمل فيكوا هتفضلوا ولاده، هتفضلوا تقولي له يا بابا لحد ما تموتي. انا مش عارفه دلوقتي يا ماما هقول له ازاي يا بابا، مش عارفه هقول له ازاي. يعني رمز املنا، مش عارفه. ما هو ده ابويا وامي في نفس الوقت، ما هو مصدر الامل ليا. انا مش عارفه اقول له ايه، مش عارفه يعني، مش عارفه سامحوه، مش عارفه اقول له يعني حرام عليك اللي انت عملته فينا، حرام عليك انك شردنا ولسه صغيرين، كنا مستحملين كل ده وساكتين. ما عمرها كانت في يوم واحد وقالت لك لا مش هتعيش معانا، طردتك. ما عمرها جات وطردتك زي انت ما جيت وقلت لها دي مرات ابن اخويا ضربته من الشقه، مع ان ما انت كنت بتعمل فيها الاسوأ واسوأ. جيت انت قلت لها، كانت ساكته وقالت لا انا ما اقدرش اعمل فيك كده، ده انت ابو عيال، تروح انت اللي تعمل فيها كده، تروح تعمل فيها الاسوأ. انا مش قادره اقول انت انسان، مش قادره، بس في نفس الوقت هقول لك يا بابا عشان دي كانت وصيتها ان احنا في يوم من الايام ما نقولكش كلمه وحشه. ماما ما عمرها طلعت من بقها الغلط، وكذلك الامر هنعيش على نهجها، وما عمرنا هنطلع الغلط من بقنا. وعايزه اقول لك يا ماما اللي انت بتعمليه في الخفاء يا حبيبتي هنفضل ماشيين فيه، واللي انت كنتي بتعمليه وتروحي للناس احنا هنعمل كده يا ماما. ممكن نوصل للمكان اللي انت وصلتيه، ما عمرنا طبعا هنوصل له، بس هنحاول يا ماما، هنحاول ان احنا